هلا لو ريت شلون كان هو دعك لي اياها. هلا انا ما اتذكر اذا بحط بقلبها بصله ولا لا، بس بقدونس ماني حاطه من قبل بقلب اللحمه. ما بالك هيك قالوا لي نهار اسويها جربتها، قالوا لي ليش ما بتسوي هي الاكله؟ جربت عملتها والله ما اشبه شيء. لا هلا انا بعملها بهي الطريقه، في بس بقدونس بقلبها. اختي هذا بتعملها كثير هي الاكله والله بس شلون بتسويها ما بعرف كمان نسيت. قالت لي بس ما عملتها ولا مره خليني بس اعبي شي مي قلت ايدي ريح لي. انا بعمل لها صوص بصل وبندوره، بندوره فريش هي شايفتيها هي العلب. ايوه هلا بقول لك انا كيف بسويها، رح تحبيها، اخوك كثير بيحبها. مثل الداقوس بيقولوا لها لا ولا شبيهته ولا كفوف. استغفر الله. لا نحن على فكره طلعنا شوي على الشمس دخنا. انا لا هلا ما بدخل معقول. ما بعرف شيء والله لا العظيم بعرف الشمس النفرس. فترة يعني ببقى في صرع هون. انا الحق علي ما طبقت اللي كنا. لا لا عادي، هلا انت ما نص بس وين المي؟ هات عادي لا مي. في تحت مي. بدي بس هلت شوي بايدي بالمي عشان اساويها، عرفتي؟ عشان اكورها بشكل هيك تكون مرتبة. رح نقعد على الطاولة نظبطها وبعدها نبلش بالفروج. هو انا حاطة خل وملح بالفروج، جبنا كمان فوق 3 طبقات. بصراحة يعني 6 طبقات للعيلة. لا هو شوف الفخذ بتاعمل 2 كبير لانه بس يعني لو طبختين بس بلكي انه في حدا مال على الطبخة اكثر من طبخة. يلا ناقص وانتو شو طابخين يا حلوين؟ خلينا نحط هدول على الطاولة ونشتغل فيهم. عم قال لرانيا انه انا البقدونس على الكباب الهندي برشه رش هيك على الوش مع رشة الصنوبر، بس هلا بحس انه ما بعرف اذا انحطت هون في حد، بس اذا انحطت بقلبها بحس انه صارت مثل الكفتة. ما بعرف انتو بتحطوا؟ الكفتة هذيك بتجي من دون ما تفرنجي ابدا. قصدي جنبها اللحمة، بطاطا قصدي على اللحمة انا بس نحط لها. ايه بصير مثل الكفتة مزبوط. شفتي؟ ما بعرف انا ماني مجربتها ببقدونس. هلا شوف والله جربت البقدونس ببرغل بندو برغل بفرنجي يا زلمه كل ما بقول صرت اتذكر يا زلمه. عن جد عطاها نكهه طيبه، انا حبيت يعني. انتوا بس تطبخوا برغل بندوره عن جد جربوا تحطوا شو اسمه هيك رشه بقدونس، يعني شفتوا ما كترنا نحن. عطت اول شغله لون حلو وعطت طعمه طيبه كمان. هو الكباب الهندي في ناس بياكلوه تغميس، انتوا بتاكلوه تغميس ولا جنبه رز؟ لا جنبه رز. جنبه رز. اخوكي والله بياكلوا بالشكلين بيحبوا. انا كمان جوزي هيك. هن الرجال اذا بتلاحظوا بيحبوا اكلات التغميس كتير، يعني اللي فيها خبز، عرفتوا كيف؟ ريد شروح قلبه كل شيء اكلات فيها خبز بياكل كتير بينشرح فيها. اللي عندكم 7 دول اليوم ذكرني فيها كمان بكري، تجي هيك باذنجان وكوسه هذا البقدونس اللي عم تنقيه بنعمله البرياني كمان بتذكر بيحطوا يمكن رشة بقدونس هيك تزيين، يعني مو انه للشي للنكهة او شي، لا بس انه تزيين. بعرف كنا نعمل صحن فتوش ولا سلطة؟ بلا بلاهم الاثنين. بلا الاثنين ما بدهم يعني ما بعرف ما لقيت الا انه تاكلوا جنبه. إذا بدكم أنا ما عندي مشكلة. أحلى شيء إنه أنا جبت طحين وجبت جبنة وما سويت سمبوسك. لحقاني والله ما بطينا. ملكوا حاطينهم بالبيت، قلت له اقلوا السمبوسك والكبه المقلوبه. إيه والله إيه عاملة سمبوسك وكبة لما رحنا ومفرزة، عرفتوا؟ فبدل لك في ليش ما عم تقلوون؟ دار بكري على ابنه له في وما قالت لي. عم بهدل بكري له
فيه بالبيت. انا ليش دخلني يعني؟ ما بحب اشتغل إحنا هيك بندلل بحب هيك هون. على السريع. عندنا بندلل اليوم بطبختين، عرفتوا؟ خطاي حرام. ان شاء الله الصينية توسع. بحاول اوسعهم بطريقة يوسعوا كلياتهم. هلا البندورة بس انه بس قلبت غلوتين بطفي تحتها، بتركي على مهلة انه هيك، عرفتوا؟ تبرد مشان اقشرها. وانا هون خلصت اللحمة. يا رب ما يكون ناقصة شي للحمة. هلا الصوص فيني انا حدحده مشان الرجال، انه هو لازم يكون حد. بحس الاولاد رح يرغبوا للبرياني، ما بعرف ليش. هلا بنشوف من هيك بتزبط عم ياكلوا. البرياني اللي عملته رنوشة حطيتي قلتي لي بطاطا وجزر بوقتها وبصلة. ايه، هي قالت لي كيف خلينا في نشوف بلد طريقتك قريب؟ بالبرياني عشان اذا حبوا اولادي ارجع اعمل نفسها. انه احنا هي الطبخه ما ندخلها بصراحه بسوريا. انا هي عملتها على طريقة واحد عراقي بوقتها. اول انا عملنا انه للبرياني كتبوا لي انه في كذا واحد عراقي بيعمله، كل واحد على هلا طريقة كل واحد بشكل. طريقه، صح، كل واحد طريقه مختلفه. انا بصراحه قد ما شفت اذا ما اقتنعت بالطريقه انا يعني باخذ مثلا من كل حدا شغله انا مثلا انه بحس انها تطلع طيبه بالاكل، عرفتوا؟ وبعملها. بس هي التطبيق بتختلف من واحد لواحد، بس هيك الفكره. بس الطعمه بالنهايه برياني لازم تكون. بدنا نجرب البهارات البرياني عندنا هون بسوريا. والله ما اشبه شيء بهارات البرياني. انا ماني مجربته. هلا جربت بهارات الكبسه حبيتهم عن جد، يعني طيبين. يعني أنا لا. سوريا معروفين بكرشة. بهاراتنا طيبه نحن، بس انه سبحان الله مو انه مثلا برياني عراقي فبتحسي انه بهاراته بالعراق غير. مثلا بهارات الكبسه السعوديه بعثوا لي اخواتنا بالسعوديه بعثوا لي مره بهارات، افخم بهارات عندهم مشهوره. شو كان اسمه؟ والله نسيت اسم البهارات اللي بعتهم. عن جد نكهه البهارات فظيعه، يعني كثير ثقيله. لبهارات حلب ما إيه، هلا سوريا كمان عندنا بهارات مشهور اكثر الكل عنا 7 بهارات. 7 بهارات بس بشكل عام. بس بهارات سوريا ريحتهم يعني ولا بتشق الراس. الباقي إن جيتي من بقية الدول انه مثلا هلا من العراق بهارات البرياني مشهورة. ايه معمل لك منين نحن لنجيبها؟ في من ما- عندهم يعني قصدي لنجيبها؟ كل دولة في عندها بهارات معينة. بس عندك بهارات المكبوس نحن بسوريا ما عندنا اياها. بهارات الهندية مشهورة لسه في عندك. ايه كانوا ما يجيبوا بس الا من بهارات- عندهم. بس بهاراتهم كثير قوية. ايه انا مرة طيبة جبت حد وقوية. هندي ولي كثير عن جد كثير حد اوفر. هن بهاراتهم ثقيلة. والله اللحمة ما شاء الله بركة. اهلا وسهلا. خلي لي الليمون. طلعت مشوار ست لولو. هاي سخنة، غسلها وجهك. بيضة سخنة. مرة والله الشوب ما بينطلع. كان ينزلوا على البحر ينزلوا هن، انا ما لا 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 انا مالي حيل. انت لا تنزلي، خلي ينزلوا هن يتسبحوا. انا والله مفكرة طب اغراض طبختي. لا ولا تروحي؟ وين بدي اروح؟ بدي انام. اثنين. ايه ممكن. ايه وين بدي حاجتك اروح؟ ريحي لك شوي. يا انا كثير هاي النوم الدوري كثير هلا كثير صايرة بحب انام. لا هو هذا الجو خليكي. هو الجو وعندك ال غير النشوب. انا عم اشتهي كثير انام بشكل مو طبيعي. احنا خلصنا ما بلشنا. احنا مو اكلنا هلا فلافل وفتة راحت معنا عن جد للسبعة لوقت ما يجي ريتشو. ما معقول اخرنا بالاكل، اكلنا شي الساعة 2:30. لخيت انت الحامل، نحن ليش عم ناكل معك؟ لا فلافل ما نحن فلافل. بس نحن فينا متاخرين. إيه. فينا 11 انا فقت. ما يعني نحن 11 يعني بدنا ساعتين لنصحصح. نحن هيك جماعة. روحي اعطيني والله شي صحن لانه ما عاد تساع عندي اللحمه. شوفوا كيف صارت. ما عاد تساع. نعم. بدي اعرف كيف. لولو الصغيره
قلت له حتكيف تعرفي رح تحب البرياني. ايه لا لا امي اعطيني ايه بس يعني رز وبطاطا. رز وبطاطا وهيك بيحبوا الاولاد كثير، فيها شعريه كمان. اني كبير روحي كبير، طلع اللحمه اكثرها مشان اعرف كيف اظبطها. هلا انا تعرفي شو بعمل كمان من اللحمه اللي بتزيد؟ بحشي له قرون فليفله مال الكباب الهندي. مسكت للبقدونس كان يوم كانت خربتها كلها في الارض. كان خربتها. لك يا امي تعي جبيلي. ايوه خلينا نظبطهم. شو كيف؟ لا شيليها. الماما بدها الشحلة. لا تفشيل. اي ولا بالريتش انه شكرا بلش بالطبخة عشان ينزل كرفة. انت خبر بدها تسوي من هاي الكبابه؟ لكن قلت له حساوي طبختين. لا قصدي انه بيعرف انه هاي الطبخه بدك تسويها. ايه قلت له، هو قال قلت له كبسة ولا برياني؟ قال لا اعملي برياني. ايه والكباب الهندي له خبر فيها؟ ايه بنبلش تفاجئي فيها. لا تعرفي ايش قالوا لي؟ قال منوش بس يستفزنا انا ملحن انه عن جد علقنا. ايوه عرفتي؟ نعلق يعني. عجب بيطلع معي انا قوة. انت مش قلتك ما بتعرفي تعلقي؟ بتحمي والله. بحكي بأرضي ما بحكي. ايه ما بتعرف يعني ما بتحسد. انا عادي والله ما عندي مشكله. مره انا وربع عملنا حالنا علقنا قدامه. يا ويلي بيعرفين انه ربع علقتنا يعني انه هدول جديد خانقوا. بعد الربع جايتني على شهر 12 ها ما خبرتكم. تجيني على ولادتي اذا الله راد، اذا الله راد يعني تكون هي مولقه مخلصه كل شيء امورها تمام وتكون ارتاحت. تجيني هي وبنوتاتها الحلوين اذا الله راد. نسيت هلا ولدينا. ما يعني كثير ولدها قلبي هيك غلي. عن جد كثير متحمسه. الله والله ما نسيت انا شو اسمه الزبيب، بس طلعوا الزبيب اللي عنا حبته كبيره. هلا هو لازم الحبه الصغيره يفضل. اذا لقينا ناكل هذا اكل، اذا ما لقينا بدي احط هذا. عرفتوا؟ هلا هون الفروجات خليني اشيل. شو هاد؟ شيل هدول على السكاكين. خليني اقطعهم. بنضف الفروج حطه على السلق. شلته ولا ما شلته؟ بس ما غسلته طبعا. من هون هي بشيلها. شو هذا الدهن؟ كمان عم شيله. شو هذا؟ عمري الفاتح فريز والغامق كرز. في فخاد كبيرة ما شاء الله. في فخاد انه وسط بس اقل ما يمكن 9 فخاد يعني. شو ما شاء الله الفخد بس مو اقل. كتير طيب خاصة هلا بالشوق اخر رواق. لا عشان شوف اذا بلاقي كزبرة خضرا بضيف، ما عندي مشكلة. في حدا كتب لي ننوش حطي سنيتين توم كمان بال الكباب الهندي. ماني مجربت قبل بصراحة، بما انه هلا حطيت اللحم وكل شي. المرة الجاية بلكي بجربها. شو تقول مين نجرب يحط مع اللحمة توم. لهون هي اللحمة
مع الفليفلة. هذا الكباب الهندي بعملها إذا كان جوزك أبوكي أخوكي بحب الحد تعملوا له هيك بهي الطريقة راح يطير عقله. ريتشو مستحيل أعمل له شي بالفرن وما أحط له إياه كباب بانجان أي شي بالفرن أحط له هيك الفليفلة وبحشيها. أنا نروح الفروج للبرياني. حاولت اوسع اللحمة اللي عندي بالصينية كل شي قدرت اوسعه وسعته. طلع عندي شوي حط لهم 3 فليفلات بس لازم احطها مع اللحمة هلا عشان تزبط. اني ما راح احطها كتير بالفرن غير هلا بس انه تستوي اللحمة. ما بعرف كيف صارت الساعة 5 وينه بحر وينه نزلة وينه ما بعرف. ولسه لحم راني والله يعني تعبت راسها فجر من الشمس. لفوتي ارتاحي ما عندي شي. قالت لي شو تعطيك ما في شي روحي ارتاحي. طلعت نشرت وجبة غسيل. عن جد الشمس هون يا جماعة والله العظيم ما بنطلع اليوم بالذات. ما بعرف الشمس قوية كثير بس. وهاي هلا نضيفها. خلينا نشيل هذا. جي هاي بصل للبريان كيف زغرت يعني والله كبرتن انا بعدين هيك عن بعض. فكرة زيد عليهم شو رأيكم؟ زيد عليهم اللحمة من جد حطها كليات. انا بدي اياها تصير على مهلها. مشغل الفرن بس من تحت طلع مطفي. هلا ما شلتها طلع مطفي فاصل. اضبط ارجع اطفهم ياخذوا تشويحة. حبايبي هلا انا حاجة احطهم بالفرن. خبرتكم بحب انه ياخذوا هيك لون حلو. شفتوا؟ كيف الرز ما بياخذ وقت كثير بالسلق هون حسيت. وبعد ليش